السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم طريقة جديدة ديال تحضير البصارة بالفول. كما كتشاهدوا هنايا عندي الفول اللي نقيته وغسلته مزيان وصفيته شي 3 المرات هكذا من الماء اللي كيكون فيه. دابا غادي نجيب ماء هكذا غليان، غادي نصب هكذا هذا الفول في هذا الماء اللي درتو هكا حتى غلا. هذه طريقة سهلة وبسيطة كنوجدوا بها البصارة. صافي غادي نسد ما غاديش نسد عليه، غادي نخليه يغلى واحد شويه. صافي غادي يغلى بحال هكذا، ومره غادي نحيد له ديك واحد الكشكوشه كطلع هكا فوق من الفول، مره غادي نزعها من الفوق حتى غادي نحيد ديك الكشكوشه كامله، وغادي نسد عليها. انا هنا غادي نسد عليه في طنجره الضغط لانني بغيت نربح شويه الوقت. يمكن لكم ديروه غير في طنجره عاديه وتخليوه يطيب على خاطرو على حسب الوقت. صافي هنا غادي نحضر واحد الشرموله اللي غادي ندير لهاد البصاره هذه. كما كتشاهدوا هنا عندي المعدنوس وشويه ديال القزبر غسلتهم هكذا ونشفتهم. عندي هكذا واحد 4 ديال الدريسات هكذا ديال الثوم. اول حاجه غادي نديرها غادي نقطع هذا الربيع هذا هكذا. هاد البصاره هذه يعني راه كتختلف في المغرب من منطقه لمنطقه، كل منطقه وكيفاش يعني كيفاش دايره الطريقه ديالهم في التحضير ديالها. كاين اللي كيدير فيها البصله، كاين اللي ما كيديرهاش، يعني على حساب كل منطقه وكيفاش كتصايب البصاره. انا فايته سبق لي حضرت معكم البصاره بطريقه مختلفه، غادي نحط لكم الرابط ديالها في اسفل الفيديو. وهذه طريقه اخرى مختلفه وسهله. انا هنايا الشرموله يعني ما غاديش نديرها طيب فيها حتى غادي نطحنها. هانتوما بقاو متبعين معايا الفيديو غادي تشوفوا يعني الطريقه سهله. والبصاره هذه هي الوقيته ديالها. كما كتشوفوا ها هو الربيع قطعته. دابا غادي نجيب هاد الدرسات ديال الثومه غادي نحكهم هكذا. صافي كيف ما كتشاهدوا بعد ما قطعت الربيع حكيت عليه هكا الدرسات ديال الثوم. دابا غادي نجيب واحد الاناء اللي غادي نقاد فيه هاد الشرموله. صافي هنا غنجيب واحد الاناء غادي نوضع فيه هكذا هاد الربيع وهاد الثومه. غادي نضيف فيها هكذا فيها الملحه، يعني القياس اللي غادي نقسم ليا هكذا البصاره، لانه كاع ما درت البصاره هنايا في عفوا ما درتش الملحه في البصاره. غادي ندير هنايا الملحه تنذوق، يعني الملحه كنديروها على حسب القياس، اللهم تكون يعني خاصه ولا تكون زايده فوق القياس. دابا غادي نجيب هكذا واحد المعلقه من التحميره او بابريكا غادي نديرها هكذا. غادي نضيف هكذا كذلك القليل من الابزار. بالنسبه للكمون ما غاديش نديرو دابا حتى كطيب البصاره وكنطحنوها وكنقدموها في الزليف عاد كندير فوق منها الكمون. واللي بغى يدير فيها الكمون يعني ليه الاختيار ممكن يديرو. صافي دابا غادي نجيب واحد شويه ديال الزيت.
انا هنا غادي ندير زيت المائده عاديه، غندير منها واحد شويه، وغادي ندير كذلك زيت الزيتون. انا هنا خلطت، ممكن ديروا غير زيت المائده الا بغيتو، تخليو الزيتون يعني حتى الاخر حتى التقديم، وممكن تخلطوا بيناتهم. صافي كنخلطوا مزيان هاد العناصر هادو مع بعضهم بهذا الشكل. يعني هذه هي اسهل طريقه للبصره وكتجي بنينه، جربوها ان شاء الله وردوا عليا في التعاليق. انا متاكده ان شاء الله باذن الله غادي تعجبكم وغادي تبقى تصايبوها بهذه الطريقه هذه. صافي هاد الشرموله غادي نخليوها تطلق مزيان محدها. هاد الشرموله كتبقى هكا محدها كتطلق مزيان فيها هاد العطريه، غادي نخليوها هكذا جانبا حتى غادي يطيب لينا الفول. انا معكم يعني بقاو معايا حتى نكمل لكم الفيديو ديال البصره اليوم. كيف ما كتشاهدوا البصره محدها كطيب هكذا، هاد الفول كيطلق بحال هكذا واحد الكشكوشه. هاد الروه هادي كنحيدوها، كنجيب واحد الزليفه هكا وكنحيدوها. صافي كنستمروا هكا حتى كنحيدوها كامله. وكيف ما كتشاهدوا هكذا الفول بعد ما طاب، كيف ما كتشوفوا يعني راه صبح هكذا على هذا الشكل. انا راه سديت عليه طنجره الضغط ولا هكذا على هذا الشكل. يمكن لكم يعني تخليو هذا الفول هذا الصغير ديال البصره راه كيطيب دغيا، واخا ما تسدوش عليه الطنجره راه كتخليوه هكا. هنا الا بغيتو تطحنوه راه كطحنوه، بغيتو تخليوه بحال هكذا يعني هكذا بلا ما تطحنوه ماشي مشكل. دابا غادي نضيف عليه هاد الشرموله هذه اللي صايبت معكم قبيله. كيف ما كتشوفوا قزبور، معدنوس، الثومه، العطريه، غادي نفرغها هنايا هكذا. يعني راه كطيب دغيا هاد البصره دغيا كتوجد، وكما قلت لكم راه هذه هي الوقيته ديالها. صافي غادي نخلطو مزيان هكذا هاد الشرموله هكذا مع الثوم. انا خليتها هنا حتى بردات شويه، دابا غادي نطحنها. يعني طحنوها في الخلاط او طحنوها هكذا. وكيف ما كتشاهدوا كتولي هكذا على هذا الشكل ملي كنطحنها. انا غادي نخليها هنايا فوق النار يعني واحد تغلي غير واحد شويه باش تعقد، وفي نفس الوقت ديك الثومه وداك الربيع اللي درتي طيبوا. غنتلاقاو ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. هانتوما كيف ما كتشاهدوا بعد ما غلات مزيان يعني راه كتولي هكذا خضره على هذا الشكل. الا بغيتوها ثقيله اكثر يعني راه تخليوها تزيد تغلى فوق النار. دابا غادي نقدموها. صافي كيف ما كتشاهدوا كنقدموها هكذا في واحد الطبق. كنضيفوا ليها القليل هكذا من السودانيه والفلفل الحار هكذا يعني على حسب الذوق. كذلك كنضيفوا ليها القليل من الكمون. انا ما درتش فيها الكمون نهائيا في الشرموله، يمكن لكم تضيفوه. انا كيعجبني نخليها هكذا حتى الاخر يعني الاذواق كتختلف. صافي وكنضيف هكذا القليل من زيت الزيتون هكذا من الفوق، وكتجي بهذا الشكل. كنقدموها هكا مع خبز هكذا ديال الزرع، مع كويس ديال اتاي هكذا مشحر بالنعناع. بهذا الشكل كنقدموها وبالصحه والراحه. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم وتجربوا هذه الطريقه. صدقوني ان شاء الله غادي تعجبكم هذه الطريقه. وكيف ما كتشاهدوا راه هي طريقه يعني سهله وبسيطه ودغيا كتوجد. شكرا على المتابعه، والى فيديو قادم باذن الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.